ايوه يا عم، خلصنا الامتحانات. ايه ده؟ وبعدين بقى، انا كنت ناوي اخطط للسنه دي جامد قوي بس اتحشرت في الفاينل. شكلها ما فيهاش تحقيق اهداف السنه دي. استنى بقى السنه الجايه. هلو، فاتني بداية السنة كتخطيط. خلاص نفكس السنة دي، نبتدي من السنة الجاية جامد قوي ولا هنعمل ايه؟ أهلا بيكم، أنا أميرة على الدين. هتلاقوني بعمل فلوجز وبتكلم عن الإنتاجية وبشارك معاكم بعض الحاجات اللي تخلينا نطور من نفسنا ونبقى أحسن. طيب خلاص، هو كده يناير عدى واحنا خلاص فاتنا التخطيط بتاع أول السنة، مش هقدر أخطط للسنة دي ولا هعمل ايه. والله أنا جاي أقولك حاجة، إن يناير خلص واحنا لسه عندنا فبراير خلص واحنا لسه عندنا مارس خلص واحنا لسه عندنا باقي شهور السنة. لو احنا في اي شهر في اي سنة الاسبوع الاولاني خلص فاحنا لسه عندنا 3 اسابيع. لو احنا في الاسبوع اول يومين خلصوا فاحنا لسه عندنا 5 ايام تانيين. لو احنا في اليوم واول كام ساعة عدوا فاحنا لسه عندنا باقي اليوم. افتكر ان عمرنا عبارة عن كتاب، وتقدر تقول ان كل صفحة مثلا عبارة عن يوم جديد، فانت لسه عندك صفحة جديدة تقدر تكتب فيها كل اللي انت عاوزه من البداية. في كل يوم وكل وقت وكل ساعة هي فرصة جديدة ان انت تبتدي. فالمهم ان انت تبتدي. الطريق بتاعك مش هتفرق معاه انت بدأت الساعة 1 بالظبط، ولا بدأت الساعة 1:36 ولا بدأت يوم 1/1 ولا يوم 27. المهم انك ابتديت. طريق النجاح طريق طويل ومش سهل، بس اهم خطوة فيه هو انك تبتدي اصلا وتحط رجلك على اول الطريق. بعد كده تمشي خطوات صغيرة هي اللي هتوصلك لنهاية الطريق. فاكيد مش هاخد الطريق كله في نطة واحدة، لا انا هاخد خطوات صغيرة هي اللي هتوصلني لنهاية الطريق. فبدات اخد خطوات جاده وصارمه، والحمد لله ربنا الهمني ان انا خدت الخطوات الصح، الا وهي ان انا ما بداتش كله مره واحده. تمام. بدات انا شغال في المحل، كان مع عمتي، مرتبي 2000 جنيه، راجل بشرب سجاير، ما بروحش جيم، ما فيش اي حاجه. فاول خطوه عشان نطلع من الدوامه اللي احنا فيها ديت ان احنا نبطل سجاير. دي اول خطوه. فقعدت اسبوعين 3 كل تركيزي ان انا ابطل سجاير. مش عايز اتعلم مهارات، مش عايز اروح جيم اي حاجه، بس ان انا ابطل سجاير. تعالوا دلوقتي نحاول نعمل تخطيط لشهر فبراير ونكتسب العادة بشكل بسيط كنوع من انواع تطوير الذات. هاتلك اي حاجة تشربها ويلا بينا. عشان اعمل تخطيط للسنة الجديدة عموما، فانا بحدد ايه هي الاهداف اللي انا محتاج احققها على مدار السنة. بقسم الاهداف الكبيرة دي لاهداف صغيرة على مدار كل شهر، واخد الهدف بتاع كل شهر اقسمه لاهداف اصغر منه على مدار كل اسبوع، وهكذا لحد ما اوصل لخطوات صغيرة بعملها كل يوم عشان اقدر اوصل للهدف الكبير بتاعي. فانا مش هوصل ابقى نيتيف سبيكر ان انجلش في يوم وليله، لا انا محتاج اخد كل يوم خطوات صغيره عشان اوصل للهدف الكبير بتاعي. في الفيديو ده مش هنتكلم عن اهداف السنه كلها، لكن احنا هنعتبر انك اول مره تبدا بلان، هناخد ان الحاجه الكبيره بالنسبه لنا هو الشهر، فنحط شويه اهداف بسيطه للشهر ده ونبدا نقسمها على وحدات اصغر منها اللي هي الاسبوع. فاخد الاسبوع كوحده اقدر اقيس بيها الانجاز بتاعي. فبلاش الحماس ياخدك وتحط اهداف للسنه كلها، لا حط اهداف واقعيه تقدر تحققها وتقدر تقيسها على مدار كل شهر. هعتبر ان الهدف الكبير بتاعي ان عاوزه اخلص 30 فيديو من الانجليش على مدار الشهر ده. حط الهدف الكبير، ابدا اقسمه للاسابيع، فانا محتاجه كل اسبوع اخلص حوالي 7 فيديوز. كل يوم محتاجه ان انا اخلص فيديو واحد، فانا مش هفضل اركز على ان انا محتاجه اخلص 30 فيديو، لا انا هركز ان انا النهارده محتاجه اخلص فيديو واحد. حددت له وقت معين، عرفت ايه هي الكميه اللي انا محتاج اخلصها النهارده، ممكن اعمل له جدول بسيط عشان اتراك واتابع التقدم بتاعي في الحاجات اللي انا بعملها دي. ومع كل يوم كل علامه صح بعملها اقدر اوصل للهدف بتاعي في نهايه الشهر اللي انا خلصت ال 30 فيديو. فالاهداف الكبيره ما هي الا شويه اهداف صغيره بعملها كل يوم. عمرنا كله عباره عن ايام، كل ما يضيع منك يوم فانت بتضيع يوم من عمرك، انما انت ايام كلما ذهب يوم ذهب بعضك. فحاول تستغل كل يوم بالنسبه لك، فاعتبر كل يوم هو فرصه جديده انك تبتدي وتحقق خطوه صغيره في الهدف بتاعك الكبير. وتعالوا اول حاجه عملتها هي كفر للشهر، ودي خطوه حماتيشي فانت ممكن تعمل لها سكيب عادي جدا. بعد كده عملت كالندر او تقويم للشهر عشان احط المواعيد بتاعتي بقى اني سيده اعمال مهمه وبتاع. وبعد كده حطيت اهداف الشهر اللي انا محتاجه احققها خلال الشهر ده. خلوا الاهداف بتاعتكم سمارت وتبقى واقعيه واقدر اقيسها واقدر احققها. بعد ما حطيت الاهداف بتاعه الشهر فما عملتش تراك للشهر كله، بالعكس انا هبدا اخد كل اسبوع واخطط له كوحده منفصله، فانا كل تركيزي بقى هيبقى على الاسبوع.
فانا هاخد نصيب الاسبوع من شويه الاهداف اللي انا حطاها بتاعه الشهر دي واحدد. ماليش دعوه بقى بكل الاهداف بتاعه الشهر، انا هركز على الاهداف بتاعه الاسبوع بتاعتي كأن مش ورايا غير. هبدا اقسم الاهداف بتاعه الاسبوع دي على مدار الايام اللي عندي. عملت سكيدول او جدول للاسبوع كله بطريقه التايم بلوك، ودي برضو هنبقى نتكلم عنها بعدين، بحيث ان الاسبوع كله يبقى قدامي. وكمان وزعت الاهداف بتاعتي على مدار كل يوم، فعرفت المفروض اعمل ايه كل يوم عشان اقدر اوصل للهدف بتاع الاسبوع. وبما اننا في الاجازه فدي فرصه كويسه جدا انك تبدا تطور نفسك وتتعلم عادات بسيطه هتفرق معاك في حياتك، زي انك تتعلم انجليش، تتفرج على فيديو كل يوم لمده نص ساعه، تكتسب اي مهاره تساعدك في سوق العمل. وكمان عندك عاده بسيطه جدا وليها ثواب كبير زي انك تبدا ورد قران ليك، فمجرد انك تقرا صفحه واحده في اليوم هيكون باب الحسنات كبيره قوي، والحرف من القرآن بحسنة والحسنة ب10 أمثالها والله يضاعف لمن يشاء، وهتبقى فرصة كويسة قوي انك تبدأ تستعد لرمضان. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. استنونا في فيديوز جايه كتير ونتكلم عن التخطيط ونشوف ازاي هنحقق اهدافنا، ومستنياكم انتوا كمان تبتدوا البلان بتاعتكم من شهر فبراير او على الاقل للاسبوع اللي انت فيه دلوقتي. ومتنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب للشانل، وفي النهايه تصلي على النبي. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.